ما دمنا أمامكم ومعكم نحن يجب أن ننهض. ليست القضية قضية دعاية لنادي ولا لفريق ولا لحارة، قضية مسؤولية. يجب أن تنشأ في الأب وتنشأ في الأم وتنشأ في الشاب وتنشأ في الطفل وتنشأ في الوليد، ونحافظ على أدب الإسلام مقابل وسائل الإعلام. احنا ما بنقول للناس كفوا التلفزيون، ما بنقدر، ولا حتى نقول لهم اتركوا الوسائل، لكن يجب أن يكون هناك ترشيد. النظر لهذه الصور وهذه الشاشات تضعف العين، وإذا أضعفت العين أضعفت القلب، وإذا أضعفت القلب أضعفت القوى البدنية. وأنتم الآن تلاحظون كثرة الأمراض، قد لا يعرف البعض منكم أنها من خلال الإشعاعات التي تصل من هذه الأجهزة. والإنسان إذا يريد أن يحافظ على الصحة، وهي جزء من وظائف الشباب، لأن العقل السليم في الإيه؟ في الإيه؟ إذا كان العقل السليم في الجسم السليم لازلنا نسبح في عالم الكفر. العقل السليم في القلب السليم. لابد من صناعة قلوب وليس صناعة أجسام. ما الأجسام أحسن من المصارعين في شكلهم، لكن لو بعقل ما يخلي حد يدكمه ويستلم عليه فلوس. هذه يدل على قلة العقول في متجه حياة الإنسان، لأن الرياضة والألاعيب هي مجرد متعة وليست هدف، هي وسيلة وليست غاية. اليوم تحولت هذه إلى غاية. عنده اللعب أفضل من الصلاة، عنده الكرة أفضل من سماع كلام الوالدين، عنده النظر إلى القاذورات والأوساخ أفضل من المراجعة في الدروس. كم مقدار الفشل الذي أصاب هذا الجيل لأنه يمشي طول الليل يقلب الصور ونسي الكتاب. قال فلان أنا في الجامعة وهو طول الليل يتفرج للمجامعة. كيف يتأتى هذا؟ لأنك تكشف لنفسك شيء ليس هذا وقته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يخاطبنا رسول الله في محاربة الإعلام: عليك بالصوم، أي لا تنظر، لا تلتفت، لا تشتغل بهذه الأمور، لأجل يصفو خاطرك ويصفو قلبك. وجرب، إذا ما عرفت الحقيقة جرب، امتنع عن الأجهزة أسبوع وانظر أثرها عليك في صلاتك، وانظر أثرها في الذكر، وانظر أثرها في حضور القلب. إذن أنت مارست وسائل الإسلام مقابل وسائل الإعلام. وبمقدار محافظتك على وسائل الإسلام وأدبه أنت تحافظ على جسمك أولا قبل كل شيء، وتحافظ على صحتك. انتشرت الآن في الشباب العادات السرية، أنا ما أحب أتكلم فيها، لكن الآن صارت منتشرة وظاهرة. ما سببها؟ سببها الإنترنت، سببها الجوال، سببها التلفاز. ثم هؤلاء الذين يرسلون لنا هذه الصور يحبوننا ويريدون منا أن نصل إلى غاية شريفة، لأن هذا كلها الآن أشبه ما تكون بالسرقة. كل واحد سارق وقته. هل يقدر يعرض هذا على والديه؟ ولا بنت بتعرض هذا ووالدها يرى لأنه هو اللي يربيها؟ كل واحد يتخبى خلف الباب والولد خلف الغرفة، وكل واحد ينظر لذلك، وبعد ذلك يمارس من أبشع الأخلاق والقيم وهو لا يحس، حتى تراه قد نحف وضعف وقلق، وحتى تجد يرتجف وحالته مريضة، تفكيره مريض، تركيزه ضعيف، نظره عينيه مغورة من عدم النظر للقرآن ولا للخير، ينظر للقاذورات. وبعد ذلك الفشل في الدراسة، الصراع مع الوالدين، الأعصاب والانفعال، العنف، الشدة، القلق الدائم، بل بعضهم يبلغ من الأولاد والبنات إلى حالة الاكتئاب، إلى حالة الانعزال عن الناس، لأنه وصل إلى حالة من حالات عبادة الجسد، عبادة اللذة، فمرض مرضا كاملا. من يرضى هذا في نفسه؟ من يرضى هذا في ولده؟ نقول إن بعض الشباب ما عنده توجيه، ما وجد أحد يوجهه. ما دام الآن عندكم هذا المعنى المشار إليه
الإعلام وتأثيره على الشباب. لو لم يكن الإعلام ما فتحت عيادة، لو لم يكن خبث الكفار فيما يدخلوه علينا ما احتجنا المستشفى. كان مفروض أن مع الحضارة اللي يسمونها حضارة أنها تتقلص قضايا المستشفيات، وتكون الناس تمارس بالحضارة طعام طيب ونظر طيب وراحة في الجسم وراحة في الحياة، لأنك أنت تقول حضارة وتقدم. نجد أن الأوائل اللي عاشوا في بلداننا ولا عندهم حضارة ولا عندهم طعام مستورد ولا عندهم شيء مما نحن عليه ولا عندهم إعلام، ما تأتي المغرب إلا وقد يصلي وخلص الصلاة ونام وقام آخر الليل وأصبح طيب النفس كما أخبر النبي، قام إلى شغله إلى عمله إلى وظيفته وهو ما شاء الله متهلل. اليوم أولادنا وبناتنا يجي آخر الليل وعادوا صاحي، ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن؟ كل واحد منكم يخاطب نفسه. تقرأ القرآن؟ ماذا تفعل؟ تتحفظ دروسك؟ لا، ما شاء الله يصلي للجوال، سجود كامل، سجود كامل. لو أحد دك عليه الباب ما بيسمع، لو قال له والده ولا والدته يا ولدي بغيتك تجيب لي شيء مشغول عندنا مراجعة، وهو يعرف نفسه ماذا يفعل. إذن كم مقدار خطر هذا عليك يا شاب وعلى الشابة في الحياة؟ أنا ما أقول في العالم، أقول هنا. بعض الناس رضيوا لأنفسهم الرذالة، من رضي لنفسه الرذالة فليذهب إليها، لكن نحن ما نرضى أن تكون الرذالة في هذه البلدة وأشباهها وأمثالها. لا تليق، لا تليق الرذالة في بلاد التربية. هنا يجب أن ننهض جميعا، وهذا المجلس وهذا المجمع وهذا النشاط إنما هو جزء من الإنهاض.